السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة تراكس دياجنوزس. معاكم مهندس إسلام المصري. طبعا كل سنة وانتم طيبين. أولا بمناسبة شهر رمضان الكريم، النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وفي أكتر من حد كان سأل عنها قبل كده، إن هي الأعطال اللي بتظهر مع برمجة الفتيس في الأكتروس الMP4. طبعا في الأكتروس الMP3 والموديلات اللي قبل كده كان بيظهر عندي على الشاشة في الفتيس الكهرباء، كان بيظهر عندي GS وجنبها رقم بعرف منها ان سبب الفشل في البرمجة ايه بالظبط، اذا كان حاجة داخل الجير بتاعي او داخل فتيس، او مشكلة في الخطوات او الشروط اللي الجهاز طالبها مني او الكمبيوتر طالبها مني، زي فرملة اليد، ان انا ادوس كلاتش، ان انا ادوس على زرار الغيارات. لكن في الحالة بتاعتنا هنا في الاكتروس الMP4، طبعا البرمجة بتتم بالجهاز، تمام، فمفيش عندي حاجة هتظهر على الشاشة، لكن هيظهر كود على الجهاز نفسه. حتى لو بعمل البرمجة دي باليد، لأن في بعض العروض ممكن أعمل برمجة الفتيس من خلال يد الغيارات الموجودة على اليمين الطارة، برضه ما بيظهرش عندي TCM، لأن طبعا هنا مبقاش في GS، ده كنترول الفتيس اسمه TCM، تمام. مبقاش يظهر عندي TCM 1 أو 2 أو أي كان الرقم اللي بيظهر عندي على الشاشة، بقى بيظهر عندي على الجهاز بس لو أنا بعمل برمجة بالجهاز. فأنا هنشوف مع بعض النهاردة البرمجة اللي بتظهر معانا على الجهاز، الأعطال اللي بتظهر أو الأخطاء اللي بتظهر معايا. زي ما احنا شايفين، أول حاجة معانا اللي هي ايه؟ الزيرو 1. يعني ايه زيرو 1؟ لما بيظهر عندي العطل ده بعد طبعا ما بعمل برمجة، بيديني مثلا successful أو اللي هي ايه، تمت البرمجة بنجاح. لو ما ظهرش كلمة successful، ظهر معايا الرقم اللي احنا شايفينه اللي هو زيرو 1، معناها ان كده في مشكلة حصلت، البرمجة ما تمتش. ايه السبب؟ كل واحدة من الأرقام دي بيديني تحتها الأسباب المحتملة، بيديني جملة صغيرة كده زي clutch couldn't be opened، يعني حاجة تخص الكلاتش، وتحت يقول لي ايه اللي ممكن يعمل المشكلة دي. زي ما احنا عارفين في الأكتروس الMP4 ما بقاش فيه بلف شمال ويمين وبلف خلفي سريع وبطيء، بقى كلهم مجمعين في بلف واحد بس اسمه بلف المشغل، أو بيسموه transmission positioner، اللي هو البلف الكبير، أو بيسموه بلف المدفع، أو أيا كان المسمى بتاعه. هو البلف في الجانب الشمال اللي هو الواي 900. فعندك أي حاجة تخص الهواء بقى مسؤول عنها البلف اللي هو الواي 900، البلف الكبير. طيب هنا معناها ايه؟ في مشكلة في الكلاتش. فايه أول حاجة بقولك؟ شوف الهواء الداخل للواي 900. ممكن يكون الهواء اللي داخل الواي 900 فيه مشكلة، الهواء اللي داخل البلف بتاع الفتيس فيه مشكلة. طبعا ده ممكن يكون من خلال الاي بي يو وزع الهواء، او في تسريب في الخراطيم، او الخرطوم مش مربوط كويس، ايا كان بقى الفكرة. دي اول حاجة. تاني حاجة بقولك ممكن الكلاتش ترافل سنسور، اللي هو حساس اللي راكب على البلية، اللي هو بيقيس المسافة بتاعة الكلاتش، ممكن يكون فيه مشكلة. عندك حاجة بقولك ايه؟ ميكانيكال فولت، يعني كده حاجة طقم الدبرياج، حركة طقم الدبرياج، حاجة في البلية نفسها أو في الطقم نفسه. أو حاجة تخص الكلاتش سولينويد فالف، فين؟ يقولك اللي موجود داخل بلف المشغل، اللي هو داخل البلف الكبير اللي احنا قلنا عليه في الشمال. يبقى عندك كده أكتر من عطل ممكن يجيب لك اللي هو الفولت رقم واحد، تمام. طيب نشوف الفولت اللي بعده، رقم اتنين. رقم اتنين بيتكلم برضو عن حاجة تخص الجير سلندر. الجير سلندر اللي هو البلف اللي هو أو البلف الغيارات. طبعا هنا خلاص كلهم بقوا مجموعة واحدة في البلف الشمال. كان زمان كان في بلف اللافيهات اللي في اليمين، بلف الغيارات في الشمال، وبلف السريع البطيء اللي هو في الجزء الخلفي أو آخر الفتيس، أو في ناس بتسميه بلف اللطشة. تمام. هنا كلهم بقوا موجودين داخل البلف الشمال. يبقى برضو نفس الكلام، هشوف برضو الهواء اللي داخل البلف سليم، الحساس اللي داخل البلف ده سليم، في حاجة داخل الفتيس ممكن تكون ميكانيكال فولت، يعني ممكن يكون حاجة عطل ميكانيكي ما لوش علاقة بالبلف الشمال، تمام. او البلف الجير سولينويد فالف، اللي هو البلف اللي خاص عن النقل بين الغيارات داخل البلف الكبير اللي هو بلف المشغل. كل ده اسباب يعمل لك ايه؟ العطل رقم اتنين. العطل رقم تلاتة بيتكلم عن بلف اللافيهات او بلف الحارات، برضو نفس الكلام. البلف او الحساس برضو موجود فين؟ موجود داخل البلف الشمال. يبقى في كل الحالات دي
هبص على الاعطال، ولو مفيش اعطال كهربية فانا هحتاج ان انا ابص على ايه، افك البلف ده وابص على الداخل فيه مشكلة او لا. رقم 4 بيقول لي خلاص output stage يعني replacement of control unit، يعني حاجة ملهاش علاقة بعملية التشغيل نفسها، لا ده المشكلة داخل الكنترول يونت. طبعا الخطوة دي مش سهل ان انا اغير الكنترول مباشرة كده، اتأكد برضو ان الفيش راكبة تمام كويسة مفيش اي مشكلة، وبعدين احاول تاني برضو ابرمج مرة تانية، لا ما عملتش برمجة معايا، يبقى كده فعلا زي ما هو كاتب قدامي ان انا احتاج اغير الكنترول يونت. وبعد طبعا ببرمج الكنترول ده مع المجموعة بتاعة الدوارة، لان العربية MP4 كنترول الفتيس داخل معايا مع طقم الدوار. الرقم 5 بيقول لي عندك مشكلة في عملية برضو ايه الغيارات، حساس الغيارات او جير سلندر ترافل سنسور، برضو الهواء ضعيف او الحساس ده فيه مشكلة، او عندك ميكانيكال فولت داخل الفتيس، او السولينويد فالف بتاع نقل الغيارات فيه مشكلة ميكانيكية من داخل الفتيس. طبعا كل ده برضو البلف الشمال يعمل لي المشكلة دي كلها، او البلف الرئيسي مبقاش فيه شمال او يمين. رقم 6 بيقولك ايه combustion engine wasn't started، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت ما دورتش في المحرك. طب يعني ما دورتش، طبعا انت بيظهر عندك في خطوات البرمجة في الاول كده ان انت بتفتح كونتاك تمام وتستنى 10 ثواني، بعدين بيطلب منك تدور المحرك. انت طبعا الرسالة ظهرت عندك على الشاشة وظهرت عندك على الجهاز، لكن انت ما خدتش بالك او اتأخرت شوية في الاستجابة للخطوة دي، فظهر معاك ايه TCM06، اللي هو معناها ان انت ما دورتش وقت ما ظهر عندك خطوة ان انت انجن ستارت. تمام، فيظهر عندك ان مش هتتم البرمجة. طبعا اي خطوة من الخطوات المطلوبة اثناء البرمجة انت اتأخرت فيها او ما عملتهاش بشكل كامل مش هيتم البرمجة معاك. رقم 7 بيقولك vehicle in motion. vehicle in motion طبعا من الشروط لعمل البرمجة في اي عربية ان العربية تبقى ثابتة في مكانها ما تتحركش. فهو قرا هنا او الكنترول او المنظومة اللي في العربية حست ان العربية اتحركت، حست ان العربية اتحركت طبعا يعني ان في حركة للعمود لداخل الفتيس، مثلا العربية اتحركت لقدام او لورا، فحصل حركة في العمود ده طبعا راحت له عن طريق عمود الكردان، ف يعني حركة ردت للفتيس، فهو قرا ان ايه في حركة حصلت، فبالنسبة له كده هيفشل البرمجة، لازم العربية تكون ثابتة في مكانها طبعا متتحركش خالص طبعا. تمام. رقم 8 بيقولك إن في حاجة برضه داخل الفتيس اللي هو إيه initially adopted neutral position has left without actuation. طيب إيه الكلام الكبير ده؟ بيقولك برضه في مشكلة عندك في الجير سلندر ترافل سنسور اللي هو الحساس اللي خاص بالغيارات داخل الباب الشمال. فيقولك ممكن يكون مشكلة ميكانيكية، ممكن يكون السولينويد فالف ده فيه مشكلة ميكانيكية، ممكن اللي هو الجير سلندر فيه مشكلة تسريب في المنظومة دي مثلا، تحتاج برضو تفك البلف الشمال. كل الحاجات دي كلها داخل البلف الشمال. رقم 9 بيقول لك ايه combustion engine is running، يعني الكلام ده عكس بقى اللي احنا كنا اتكلمنا عنها من شوية. هنا بيقول لك المحرك شغال. ليه؟ لأن طبعا في أول البرمجة بيحتاج إن أنت تكون بطل المحرك فاتح كونتاكت بس أو فاتح سويتش، فأرى إن أنت مشغل العربية أو مشغل المحرك، فبالتالي بيقول لك إيه اقفل المحرك وعيد الخطوات تاني بتاعة البرمجة. رقم 10 بيقول لك في حاجة rotational speed of counter shaft is too low or not recognized، يعني مش متعرف على عمود الشجرة. في حاجة كده تخص عمود الشجرة، ايه هي اللي ممكن تكون؟ ممكن حاجة في الكلاتش نفسه في طقم الدبرياج، ممكن حاجة حساس عمود الشجرة طبعا الموجود في الجنب اليمين مش قاري صح، فبالتالي هو مش شايف الحركة بتاعته كويسة. ممكن في الآخر عطل داخل الفتيس، عطل ميكانيكي، طبعا ده بيكون في الغالب آخر احتمال. رقم 11 بيقولك في عطل حصل أثناء برمجة الكلاتش، وجايب لك أسباب محتملة تحت، من أهمها طبعا إن يكون إن أنت تشوف الأعطال القديمة تمسحها، الهواء اللي داخل البلف المشغل مظبوط تمام، وده ممكن أعرفه من الأكشوال فاليو قيم القياس. تمام، إن هو طبعا المفروض يكون فوق 7.5 تقريبا. وعندك الكلاتش ترافل سنسور حساس البلية، عندك الكلاتش اوبريشنال هاز ميكانيكال فولت، يعني ممكن يكون حاجة في طقم الدبرياج. هتلاحظ ان الموضوع كله حاجتين 3 متكررين معاك في كل اعطال
البرمجة. آخر حاجة clutch solenoid valve installed in transmission positioner has a mechanical fault، يعني عندك البلوف الموجودة داخل بلف المشغل اللي هي مسؤولة عن طقم الدبرياج أو حركة البلي بتاع الدبرياج فيها مشكلة ميكانيكية. رقم 12 في حاجة تخص الفتيس، هو مش قادر يحددها، لكن بيقول لك ان انت كده ممكن تكون مختار نوع تاني مش مناسب، او في حاجة داخل الفتيس او حاجة داخل الكنترول. في الغالب بيكون العطل ده عام كده، يعني يا اما حاجة داخل الفتيس يا اما حاجة داخل الكنترول، تمام، او نوع غير مناسب، تمام. في حاجة هنا مثلا يقول لك parking brake is not applied، يعني انت المفروض في الاول قبل ما تعمل برمجة بتكون شادد فرامل اليد او مفعل الهاند بريك، فانت ما فعلتهاش فبالتالي مش هيتم البرمجة، فبيقول لك فعل فرامل اليد وعيد البرمجة تاني. رقم 14 بيقول لك fault memory has been read، يعني في بعض الاعطال حاول تعالجها الاول وبعدين ترجع تعمل برمجة. رقم 15 في بعض الحاجات الشروط اللي في الأول أنت ما نفذتهاش بطريقة صحيحة، اللي هي مثلا فرامل اليد، العربية مش ثابتة، أنت قافل فاتح كونتاك بس، الفولت بتاع البطارية مظبوط، تمام. الحاجات الشروط اللي في الأول دي أنت ما نفذتهاش بشكل صحيح، يقول لك في واحدة منهم مش مظبوطة، سايبك تراجع عليهم كلهم مرة تانية. 16 برضه نفس الكلام، بيقول لك حاجة في الكلاتش. طب ايه يعني المشكلة؟ ممكن يكون الكلاتش ترافل سنسور الحساس بتاع البلية، ممكن الكلاتش اوبريتنج سيستم اللي هي مجموعة الدبرياج، البلوف الداخلية داخل البلف المشغل ده فيها مشكلة. رقم 17 بيقول لك في حاجة تخص اليد بتاع الغيارات، تمام. يعني انت مثلا راجع على يد الغيارات، انت مختار فعلا النيوترال، وفي نفس الوقت ما تكونش انت بتعمل برمجة بيد الغيارات مع خلال برمجة الفتيس بالجهاز. رقم 18 بيقول لك ايه، راجع على المجموعة بتاعة الاسبليتر، في عطل يخص الاسبليتر اللي هو نص غيار، او في ناس بتسميه الفأسة، او في ناس بتسميه الهاف، ولكن هو مجموعة النص غيار. طبعا مجموعة النص غيار دي كل ما يخصها داخل البلف الشمال سواء بلف او حساس. فبقول لك هنا ايه السبلاي بريشر واي 900 يعني مثلا برضو شوف الهواء ممكن يكون ضعيف، شوف الحساس نفسه، بص على الحساس نفسه داخل طبعا المجموعة بتاعة البلف الشمال. الترانسميشن ممكن الفتيس عندك في عطل ميكانيكي، او في البلف اللي هو بتاع النص غيار فيه مشكلة، تمام، داخل البلف الشمال. 18 بيقولك في مشكلة في البارامترات بتاعة الفتيس نفسه، او حاجة داخل كنترول الفتيس. رقم 20 undefined state، برضو يعني مش مديك مش قادر يحدد الكنترول نفسه، مش قادر يحدد ايه السبب في الفشل في البرمجة، فبالتالي برضو انت هتحاول تعيد تاني وترجع تبص على الأعطال اللي ظهرت سواء current أو stored. رقم 21 بيقولك ايه travel gear cylinder، تمام. جير سلندر برضو اللي هو مجموعة أو حساس الغيارات، أو حساس اللي هو اللي بيقرأ الغيار اللي انت معشاه الحالي في مشكلة، فبالتالي برضو ممكن يكون الهواء بيراجع، يقول لك راجع على الهواء ممكن يكون ضعيف، الحساس فيه مشكلة، حاجة ميكانيكية داخل الفتيس، أو حاجة تخص السولنويد فالف بتاع الجير. رقم 22 يقول لك في حاجة تخص السنسورز، وطبعا هنا لما بيقصد السنسورز بيقصد السنسور ده داخل الواي 900 اللي هي داخل البلف الشمالي، يعني مش قصده على السنسورز كلها، قصده على السنسور بتاع السبليتر، السنسور بتاع الجير، السنسور بتاع الجيت، طبعا اللي هي البلف حساس الغيارات، حساس الحارات أو اللافيهات، وحساس الضافر أو النص غيار. رقم 23 هنا بيقول لك إيه، في حاجة برضو shift cylinder in range group has been detected by moving in wrong direction. Connect misconnected compressed air on cylinder of range group correctly، يعني هتراجع على مجموعة السريع والبطيء اللي هي موجودة في الآخر، إن أنت موصل وصلاتك صح، أو ممكن تكون في خرطوم مش واصل فده عامل لك المشكلة في السريع والبطيء. رقم 24 signal not present or fault، يعني راجع على الأعطال وشوف الإشارة اللي هي واصلة للكنترول سليمة، في مشكلة في الإشارات بتاعة تخص الكنترول، يعني ترجع تبص على السجن على الإشارات على الحساسات الأكشوال فاليو، تراجع على الأعطال في حاجة سجلت معاك ستورد أو حاجة مسجلة معاك كرنت. 25 بيقول لك حاجة تخص الجيت سلندر، يعني معناها البلف المسؤول عن اللافيهات أو الحارات اللي هو الجيت سلندر، أو الحساس نفسه فيه مشكلة، أو في حاجة ميكانيكية داخل الفتيس في الحركة بتاعة اختيار اللافيهات.
26 RPM في كاونتر شافت وهاي، يعني برضو قاري ان حركة عمود الشجرة سريعة. المفروض طبعا دلوقتي انت المفروض يكون حساس عمود الشجرة قاري ان العمود دلوقتي سرعته زيرو او خلاص بطيء عشان هيعشق غيار. لا، هو قاري العكس، قاري ان عمود الشجرة لا بيتحرك بسرعته العالية. فكده في مشكلة في طقم في الكلاتش نفسه، او مشكلة في عمود الشجرة، او في مشكلة في حساس عمود الشجرة. تمام. فطبعا هو يقول لك الموضوع برضو ايه، مفتوح تراجع انت على اللي انت شايفه. 27 بيقول لك راجع على الأعطال أو في فشل برمجة بس مفيش فولتس بريزنت، يعني مش قادر يحدد المشكلة بالظبط. 28 برضو ايه، بص على الأعطال. 29 بيقولك ايه، المحرك not at ideal، يعني انت دورت بس ما مدورتش على الصلانسية. يعني بعد ما يطلب منك تدور المحرك في أثناء البرمجة بيقولك دور وتسيب المحرك هو على الصلانسية وهو بيعلى لوحده. انت بقى دورت مثلا ودوست برجلك على الدواسة بالغلط، او حد نصحك ان انت تدوس على الدواسة عشان يسرع معاك البرمجة او يظبط معاك البرمجة، فهو قاري ان انت دورت بس ما دورتش على الايديال سبيد اللي هي الصلانسية. 30 بيقولك في مشكلة عندك في الرينج جروب، مجموعة السريع والبطيء. فأول حاجة برضو بيقولك ايه، الهواء اللي رايح لبلف الغيارات ده، شوف اتأكد ان هو ممكن الهواء ضعيف يعمل لي العطلة، أو الحساس اللي هو بتاع السريع والبطيء اللي راكب على المجموعة الخلفية ورا، أو في عطل داخلي ميكانيكي داخل الفتيس، أو في حاجة تخص الفالفات بتاعة السريع والبطيء الموجودة في البلف الشمال. رقم 31 بيتكلم عن حاجة تخص الجير سلندر اللي هو حساس الغيارات الموجود في البلف الشمال. برضو نفس الكلام، بيقولك الهواء ممكن يكون ضعيف، الحساس فيه مشكلة، عطل ميكانيكي، حاجة تخص حركة السولينويد بتاع اختيار الغيارات. تمام. سواء عطل يخص السولينويد ككهرباء أو يخص السولينويد ميكانيكي. 32 بيقولك over voltage or under voltage of supply voltage circuit. 30 الكهرباء 30 اللي هي بتغذي كنترول الفتيس يا إما زادت عن الحد المسموح به، وصلت 30 أو أكتر مثلا، أو أقل من الطبيعي، فبالتالي برضو عملت لي المشكلة. طبعا دي ممكن تظهر مع الدوارة، فلما أنت دورت المحرك أو طلب منك دور المحرك فالدينامو كان شحنه زيادة، فإيه سمع في كنترول التي سي ام، فعمل العطل بتاعي ده في كنترول التي سي ام. تمام. او كانت الكهرباء ضعيفة في بداية البرمجة، لان انت بتكون فاتح كونتاك فبيعتمد على كهرباء البطارية، فبالتالي برضو يظهر معاك العطل ده. 33 بيتكلم عن حاجة تخص حاجة اسمها البي تي او. تمام. ريتراكت بي تي او او باور تيك اوف سولينويد فالف. لو في العربية بتاعتك فيها نظام باور تيك اوف او بي تي او، فممكن يكون السولينويد بتاعها او الفولت السبلاي بريشر للفالف بتاع البي تي او فيه مشكلة، فراجع على المنظومة بتاعة البي تي او عطل ميكانيكي داخل الفتيس. رقم 34 برضو نفس الكلام، بيتكلم ان السبلاي بريشر اللي هو الهواء اللي رايح للبلف بتاع البي تي او ده ضعيف جدا، او في مشكلة في السولينويد نفسه اللي بيعشق بي تي او، او في حاجة ميكانيكية داخل الفتيس بتاعي. طبعا دي كل الاعطال اللي ممكن تقابلني في اثناء البرمجة لفتيس الاكتروس الام بي 4 اللي هو الفتيس الاوتوماتيك. طبعا الفيديو طبعا فيه معلومات كتير جدا، وممكن انت تمسك كل واحدة من دول تكتب تحتها اهم الاسباب المحتملة. وطبعا ده اللي احنا قايلينه بناء على possible causes او اللي هي الاسباب المحتملة من مرسيدس. وطبعا ممكن يصادف ان في حاجة اضافية تظهر معاك هو مش مسجلها هنا في الاسباب المحتملة. تمام. لكن دي بنسبة كبيرة بتبقى الأسباب الأهم أو الأشهر إن هي تعمل لك المشكلة في برمجة الفتيس. طبعا كل سنة وانتم طيبين مرة تانية بمناسبة شهر رمضان الكريم. لو في أي استفسار عن الفيديو منتظر تعليقاتكم أسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.